هو انا اسناني مش بيضه ليه؟ انا اسناني مش بيضه ليه؟ انا اسناني مش بيضه ليه؟ السؤال ده بيتكرر لي كتير جدا، وعشان كده هوضح الفكره. تعالى اقول لك، احنا كلنا اسناننا لونها مش واحد. خد بالك من الموضوع ده، سناننا بتفرق عن بعض. انا ممكن تكون سناني صفراء وانت سنانك بيضاء، وانا ممكن تكون سناني ابيض منك وانت تكون سنانك اصفر مني، عادي. والموضوع ده بيتحدد عن طريق العمر، وممكن تكون فيها عوامل وراثة او جينيه، ان انت اصلا سنتك لونها كده. تاني حاجه، السنه بتتاثر من البيئه المحيطه بيها. يعني ايه؟ يعني مثلا الشاي والقهوه والسجاير دي من اكتر الحاجات اللي بتعمل صبغات في الاسنان. مش بس كده على فكره، الاكل العادي اللي احنا بناكله، الطماطم لونها احمر بتاثر على لون الاسنان، المانجا لونها اصفر بتاثر على لون الاسنان، بتاخد الوان من البيئه المحيطه بيها. ممكن كمان لو سنتك خدت خبطه جامده شويه او وقعت على سنتك، كل الكلام ده بيأثر على لون الاسنان. طيب عايزين نشوف حل للموضوع. لو كانت الصبغات دي على سطح السنه من بره، انت هتعمل تنظيف وتلميع، سكيلينج وبولشنج، بس كده. طب لو كانت الصبغات دي جوه السنه جامد او جوه جسم السنه، ساعتها ممكن تعمل تبييض بالليزر اللي هو اسمه بليتشنج. ممكن الحاجتين دول ما يأثروش في الاسنان، وتفضل برضو السنان البنيه بتاعتها هي اللي مغيره اللون بتاعها، وساعتها بنتجه الى التجميل زي الفينيرز والكراون او التركيبات وعدسات الاسنان. بس كده. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.